هو في جمال كده؟ يلا نجرب هواية جديدة. والنهاردة جربت أعمل نباتات بالخرز، وكل اللي هحتاجه خرز، قصيص فخار، سلك نحاس، والأداة دي اللي بتني بيها السلك. أول خطوة عملتها مليت قصيص الفخار بالفلين الأبيض، وبعد كده حطيت قطعة مستوية من فوق علشان يبقى الشكل النهائي حلو واحترافي. أخدت سلك النحاس وقطعته وابتديت أدخل فيه الخرز واحدة واحدة، واستخدمت أنواع خرز مختلفة وأحجام كمان مختلفة وألوان مختلفة علشان يديني تفاصيل أكتر. عملت فروع كتير جدا، وبصراحة أنا كنت ناوية أعمل واحدة بس لما انبهرت بالفكرة كملت وعملت واحدة تانية. بعد ما خلصت الفروع كلها جبت قصيص الفخار اللي أنا جهزته علشان أثبت فيه الفروع. بس أهم نقطة، لما بحط الشمعة عليه وبعد كده أثبت فرع الخرز واستنى عليه شوية لحد ما ينشف سنة. الموضوع ده هياخد وقت شوية بس النتيجة بجد تستاهل. وفي الآخر خالص علقتها بسلاسل جنب الشباك. لما الشمس خبطت فيهم الخرز كان بيلمع بطريقة تحفة، وإحساسي وقتها كان روعة بجد لا يوصف. اوقات الحاجات الصغيرة جدا هي اللي بتدي اجمل تفاصيل واجمل ابتسامة ممكن تحسوا بيها. بجد كان نفسي الشمس تبقى طالعة عشان تشوفوا ازاي بيلمعوا في الشمس، بجد تحفة جدا. ودي كانت الهواية ال25 من 30 هواية في 30 يوم. التحدي بتاعنا خلاص قرب يخلص، وبجد حابة اعرف ايه الهوايات اللي انتوا حابينها او حتى حابين تجربوها. اكتبولي في الكومنتات تحت، وانا كمان هكتب لكم ايه الهوايات اللي انا حابة اجربها الفترة اللي جاية. واشوفكم على خير مع هواية جديدة.